17 محافظا جديدا شملهم القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء اليوم. حركة المحافظين الجديدة تتضمن تغيير المحافظين في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية. وتشمل حركة المحافظين تعيين كل من طارق مهدي عبد التواب محافظا للإسكندرية، وإسماعيل حسن عطية محافظا لأسوان، وسماح محمد أحمد قنديل محافظا لبورسعيد، والمستشار محمد ماهر الظاهر محافظا للبحر الأحمر، وحسن رفاعي الحاوي محافظا للإسماعيلية، وبدر طنطاوي بدر الغندور محافظا لمطروح، وطارق فتح الله خضر محافظا لدمياط، عادل أسعد محمد الخياط محافظا للأقصر، والدكتور صلاح محمد أحمد عبد الحميد محافظا لقنا، الدكتور عادل عبد المنعم أحمد حسين محافظا لبني سويف، الدكتور صبحي عطية أحمد يونس محافظا للدقهلية، وكذلك أحمد الشعراوي عبد الله محمد محافظا للمنوفية، دكتور حسام أبو بكر الصديق أبو العز محافظا للقليوبية، الدكتور أحمد محمد أحمد البيلي محافظا للغربية، المهندس أسامة محمد إبراهيم سليمان محافظا للبحيرة، المهندس جابر عبد السلام عطية إبراهيم محافظا للفيوم، والسيد محمود محمد أحمد خليفة محافظا للوادي الجديد. في بداية تحرك دبلوماسي سياسي مكثف